أخينا ده بيقول إيه؟ بيقول أنا سن كبير نفسي أتجوز وأكون أسرة وبيت. أنا ماديا أقدر، بس نفسيا بقى باجي كده عند نقطة معينة وما بكملش. أنا لا قصدي ولا نيتي إن أنا ألعب بمشاعر البنت، رغم إن أنا اللي بتشد ليهم، ووقت بقى ما يستجيبوا ليا بسيبها وبختفي من حياتها نهائي. لو مضطر بقى أتعامل معاها بيكون رسمي جدا، بتهرب بقى من المواجهة خالص. طبعا بقى بياخدوا فكرة عني إني لعبي ومش بتاع جواز، وصفات تانية كتير مش كويسة خالص. لكن الحقيقة والله غير كده، الحقيقة اللي أنا مخبيها عن كل اللي حواليا. لما بيسألوني بقى ها مش هتتجوز بقى ولا إيه، أنا بتحرج أقول لهم أنا بخاف من الجواز. طول عمرنا بقى فاكرين إن البنت هي اللي تقدر تقول كده، لكن إن ولد يكون عنده فوبيا الجواز أو الجاموفوبيا، يا ترى ليه الراجل بيخاف من الجواز؟ هل ده بقى تعب نفسي ولا ممكن يتعالج؟ وهل كل واحد بيرتبط بقى عمال على بطال وبيخاف من الجواز عنده الجاموفوبيا؟ هو بقى نفسه هيستغرب كده، هو ليه كل اللي حواليه متجوزين وهو لأ؟ طيب هل مفيش حد مناسب؟ الحقيقة بقى إن كل اللي بيتعرف عليهم بيكونوا مناسبين جدا للجواز. طب يا ابن الناس، هل إمكانياتك المادية مش ولا بد؟ الحقيقة والغريبة إنها بتكون مستورة وكله على العال. لكن هو بقى في الأول والآخر الموضوع كله نفسي من الدرجة الأولى. عايز تتجوز بس مش قادر. في شوية أسباب كده بتخلي الراجل من دول يخاف إن هو يرتبط أو يدخل في موضوع جواز. الراجل بيكون شايف وهو كده سنجل وعايش الحياة لوحده وبطوله فل وعال العال، شايف بقى إنه ممكن يخرج ويتفسح ويسافر ويعمل كل ما بداله. فليه بقى يقدر نفسه بواحدة تقوله أنت رايح فين؟ جاي منين؟ بتعمل إيه؟ هترجع إمتى؟ فشايل نفسه من الحوارات دي كلها. هو بيقول لنفسه ليه أشيل مسؤولية حد تاني معايا أصلا؟ مش لما يعرف يشيل مسؤوليته هو الأول؟ ده بقى بياخدنا لجزء أعمق، وهو بقى إيه؟ خوف الراجل كله من الالتزام. ما يعرفش بقى إن يبقى في حد مسؤول منه. ما بيعرفش أصلا يا ناس يكون عنده التزامات، ولازم إن هو يأدي واجباته بقى على أكمل وجه. هو أصلا من صغره كده شخص اعتمادي، ما يعرفش أصلا إن هو يعمل حاجة لنفسه أو لغيره، بيدور بقى على الكمال من حد تاني من طرف آخر. عاوز العلاقة بتاعته بقى تكون بيرفكت ما فيهاش غلطة، لأن لو حصل الغلطة عليه العوض ومنه العوض، مش هيعرف أصلا إن هو يتصرف. دايما بيحب كده العلاقة الخفيفة اللطيفة دي اللي بتخلص كده بسرعة، اللي نهايتها بقى بتكون بيبي احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. يا حبيبتي انت تستاهلي راجل احسن مني. هنا بقى يا بت انت لازم تتأكدي 100% ان انت فعلا تستاهلي واحد احسن منه. الغريب كده من بره ان هو يبان عليه ان هو فعلا شخص يعتمد عليه، تلاقيه بقى مغترب ومكفي نفسه بنفسه في غربته، لكن كده في لحظة ما هتكتشفي فعلا ان هو بيخاف يشيل المسؤولية. بيكون بقى خايف لما يتجوز ان حريته دي تتقيد تماما، شايف ان الجواز ده زي الحكم بالمؤبد كده بالظبط، ويخاف بقى ان واحدة واحدة علاقته باصحابه انها تتقطع تماما بسبب مراته، اللي المفروض اصلا هي اولى بالوقت ده. في الحالة دي بقى مراته بتبص لصحابه هو على انهم ضرتها. وكمان لو هو شخص ناجح في شغله بيخاف بقى ان الجواز ده يعطله عن شغله. ما يعرفش بقى ان العكس هو اللي بيحصل لما يختار الانسانة صح. طب تعرف بقى ان نشأته وتربيته ليها عامل مهم جدا، خاصة بقى لو عاش حياة بقى كلها خلافات ومشاكل بين ابوه وامه. هو كده خد فكرة وتكون عنده صورة ان الجواز كله كده. لما يكبر بقى ويحتاج ان هو يتجوز، جواه كده بيكون في خوف وصراع ان الحياة بعد الجواز هتكون كلها مشاكل، زي اللي كان بيحصل بين باباه ومامته وانتهى بالانفصال. ده غير بقى ان هو شايف ان نسب الطلاق حواليه كبيرة جدا، ويا سلام بقى لو هتكون بعد كام شهر من الجواز. بس برضه في نفس الوقت في قدامه حالات ناجحة، وده ممكن يشجعه ويديله الحافز ان هو يتجوز. لكن بقى السلبيات دايما صوتها اعلى واقوى. ويا سلام بقى عن حكاوي القريبين منه عن المشاكل اللي بتحصل في الجواز، بس محدش بقى بيحكي الأوقات الحلوة اللطيفة، وهي دي طبيعة البشر. طيب يا سيدي ما تجرب بنفسك وشوف كده، هل الجواز كله مشاكل ولا في لحظات حب وحنية ورومانسية ودلع واللازم منه؟ الراجل أصلا من دول
مش ضروري ان هو يكون لعبي وبتاع بنات ومقطع بقى السمكة وديلها. ببساطة هو ممكن يكون شخص روتيني جدا، بيخاف بقى ان هو يرتبط او يتجوز. بالتالي بقى هو بيكون خايف من التغيير، ان يجي حد يشقلب له حياته كلها بقى ويقلبها كده مرة واحدة. فيقول بقى يا سيدي بلا وجع دماغ بلا قلبة راس. ده كمان غير خوفه من ان شريكة حياته انها تتغير بعد الجواز. ده ليه بقى؟ علشان بيسمع من صحابه ان مراتاتهم بعد الجواز اتغيروا تماما. والحقيقة ان الحاجة دي كتير قوي بتحصل بين الطرفين، بس مش من البنات بس. ده غير بقى ان هو بيخاف جدا من المستقبل، عنده وسواس كده وبيخاف جدا من بكرة. يا ترى اللي جاي هيعيشني ولا لأ؟ طيب هل مرتبي ممكن يكفي كل الاحتياجات اللي احنا عاوزينها؟ ويقعد يفكر كده، طيب لو حصل أزمة أنا هعمل إيه وأتصرف إزاي؟ دماغه دي شغالة تفكير في المستقبل ما بتفصلش. ده بقى ما بيخليهوش إن هو يفرح أو إن هو ياخد أي خطوة جديدة في الارتباط، ولو خد خطوة بقى هوب بيروح راجع في لحظة لنقطة الصفر. النوعية دي بقى من الرجالة هتلاقيها دايما بترفض إنها تخلف، على الأقل كده أول كام سنة جواز. خايف كده وجواه إحساس إن ممكن العلاقة الزوجية دي تفشل في لحظة، ويكون بقى عنده أطفال ومسؤولين منه وحاجات بقى وبلاوي كتيرة. وكل بقى اللي نابه من التجربة دي إن هو اتحمل المسؤولية اللي أصلا هو كان بيهرب منها في البداية. وهم قالوا لك إيه؟ اللي يخاف من العفريت يطلع له. هو ممكن أصلا يكون اتعرض لأزمة كبيرة، مثلا حد كان قريب منه جدا بعد عنه، أو مثلا أبوه وأمه رحلوا عن الدنيا. أصلا الراجل بيهرب من الجواز لأنه بيحس كده إن هو بيعاني كده من صفات معينة، ومستحيل إن هو يعرف يتأقلم مع أي حد. بيقعد كده يحط توقعات وحاجات مش حقيقية أصلا. بس بعيد عن كل ده، هو لازم يكون عارف طالما في نماذج وناس نجحت في حياتها هو كمان ممكن ينجح في الموضوع ده. الحقيقة بقى إن الحاجات دي كلها مش ثوابت. ممكن الراجل اللي بيخاف من الارتباط ده يمر بقى بكل اللي احنا قلناه، وممكن برضو يمر بحاجة واحدة بس في كل الأحوال بقى هو بيرفض تماما فكرة الجواز. سؤالي بقى للبنات اللي بيتابعونا، هل مريتوا أو قابلتوا أو ارتبطتوا بحد عنده خوف من الجاموفوبيا؟ وهل حاولتوا معاهم إن انتوا تغيروهم؟ ولا أخدتوا كده الطريق من أوله وبعدتوا؟ أنا مستنية رأيكم، اكتبوا في التعليقات.